السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبروك عواشركم، الله يدخل علينا رمضان إن شاء الله بالصحة والهنا وباش ما كتمناو. بالنسبة للحلقة ديال اليوم غادي نصوبوا الحريرة اللي كتجي مقومة وغزالة بزاف بزاف. الحريرة المغربية اللي على حقها وطريقها. بالنسبة للمكونات عندنا هنايا اللحم اللي مقطع طريفات، اولا تقدروا ديروا العظام اللي كيبنن الحريرة بزاف بزاف، ولا تقدروا تستغنوا عليه على حسب وتعوضوها بالضامة ديال البنة ديال البقري. كذلك غادي نحتاجوا واحد زليفة صغيرة ديال الحمص ونص زلافة تاع العدس، وكذلك 3 ديال المطيشات والبصلة. دائما كتكون عندنا المطيشة كتر من البصلة، فكنديروا واحد البصلة اللي متوسطة. عندي هنايا الزيت الزيتون اللي كنحتاجوها ضرورية في الحريرة. عندي هنايا الملحة والقرفة وكذلك التوابل اللي غادي نذكر معكم من بعد. عندي هنايا غادي نحتاج واحد نص معلقة ديال السمن. بالنسبة لي أنا عندي السمن حار فكندير غير نص معلقة. عندي هنايا الخليط بين القزبور والمعدنوس والكراف. بالنسبة للمكونات غادي تلقاوهم لتحت في صندوق الوصف، مضبوطين بالقياس مضبوط. غادي ناخدو الطنجرة غادي نوضعوها على النار، اللي غادي نضيفو ليها شي 4 ديال المعالق نتاع زيت الزيتون. كذلك ديك اللحيمات اللي غادي نقليوهم في ديك الزيت باش كيعطيونا واحد اللذة رائعة في الحريرة. غادي نضيفو ليها ديك الحمص اللي كيكون كذلك مرقد ليلة كاملة. غادي نضيف العدس وغادي نشحر المكونات وضفت الملحة. غادي نقلي المكونات جيدا بهذه الطريقة هذه. من بعد غادي نمرق، غادي ندير الماء الكافي باش يطيب ليا ديك الحمص والعدس وديك اللحيمه. هنا في الخلاط الكهربائي غادي ندير البصله ومطيشه. هاد الطريقه سريعه جدا، توجدوا الحريره ديالكم دغيا وكتجي بنينه بزاف في هاد الطريقه. هذه هي الطريقه المعتمده اللي كنعتمدها. هنا غادي ندير 3 كما قلت لكم ديال المطيشه مع بصيله متوسطه. بالنسبه هنايا المطيشه راه كبيره، عندي الحجم كبير. فإلا عندكم الحجم صغير تقدروا ديروا حتى 4 ولا 5. غادي ندير ديك الخليط بين القزبور والكرافس والمعدنوس، وغادي نحيد منهم شي شويه. غادي نضيفو في الاخير، غادي نقطعو نفرمو في الاخير، غادي نضيفو في الحريره ديالي. هنا غادي درت شويه ديال الماء وغادي نخلط ديك المكونات في الخلاط. هنا من بعد ما كنتاكد بانه الحمص طاب وديك اللحيمه كذلك طابت، هنا كنزيد ديك الخليط اللي طحنا بين مطيشه والبصله والكرافس والمعدنوس والقزبر. صافي كنضيفوه معيده وكنزيدو الماء الكافي. هاد الحريره راه ديال 4 ديال الاشخاص. هنا عندي الدقيق، عندي 5 ديال المعالق كبارين ديال الدقيق. فإلا كتبغيو الحريره ديالكم تجي ثقيله اكثر من اللي درت دابا انا، تقدروا تضيفوا حتى ل7 ديال المعالق نتاع الدقيق. هنا ضفت الخرقوم، ملعقه صغيره ديال الخرقوم عامره، ملعقه نتاع سكينجبير والقرفه وابزار. وغادي نضيف 2 معالق عامرين مزيان من المركز الطماطم، هي اللي كتعطي ديك اللون وكذلك ديك الحموضه في الحريره. هنا غادي نزيد عليها شويه ديال الماء اللي كيكون بارد، وغادي نخلطهم بهذه الطريقه. به غادي ندوروا الحريره ديالنا. من بعد ما غلات الحريره ديالنا بهذه الطريقه كنضيفوا ديك المطيش ديك الطماطم المركز والتوابل مع الدقيق. غادي نحركوا وبه غادي ندوروا الحريره ديالنا. غادي نخليو كما كتعرفوا بانه الدقيق ضروري خاص نخليوه يغلي مزيان يطيب باش ديك الدقيق كيطيب لنا في الحريره. صافي غادي نخليو الحريره ديالنا دور مزيان كنحركو بطبيعه الحال. هنا ضفت السمن، ضفت نص معلقه صغيره ديال السمن. كما قلت لكم السمن ديالي كيكون حار بزاف فكنضيف غير شويه. فإلا عندكم السمن ما حارش ديروا ملعقه كبيره ديال ملعقه صغيره عامره ديال السمن. هنا ضفت الشعريه، تقدروا ديروا في بلاصه الشعريه الروز الا ما كانتش كتعجبكم الشعريه. ضفت نص زلافه تاع الشعريه. وهنا كنضيف القزبور والمعدنوس
اللي خليت في الاخير كنهرمشوه وكنضيفوه في الاخير، كيعطي واحد البنه زوينه. وكنحصل على الحريره ديالي بهذه الطريقه هذه. انا ما كتعجبنيش تكون ثقيله، فإلا كتبغيو تكون ثقيله اكثر من هكا ضيفوا الدقيق اكثر، كميه كثيره من الدقيق. يعني انا ضفت 5 ديال المعالق، نتوما تضيفوا 7 ديال المعالقات. كنحصلوا على الحريره ديالنا كتكون على هذا الشكل. كنقدموها مع الشباكيه اللي كنت صوبت معكم قبل وتميرات. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.